أتريدون مقاضاة الأغراض فيا؟ لا أبدا، ما علي من هذا شيء، والله لو اجتمع 20 عبيد ولا 1000 عبيد. أم تريدون أن يعني في هذا الجانب أن عبيدا سيضرني حتى يعني ماذا أضعف كما يقول خلوا يحيى يبنشر؟ أنا مبنشر الحمد لله، ما زال السير ماشي. يأتيني الصداع، يبقى الصداع في رأسي، هموا هذا، أنا وهبت نفسي لله سبحانه وتعالى، والحمى عندي وعندي من الهموم، وأقوم في درسي، ما أدقدق المخالفين، أمشي درسي والحمد لله حتى يأتي أمر الله، والله هو الموعد. فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم وتزكو دعوتهم، أخشى عليها من الضعف، والله وقد يمسنا شيء من الضعف، نحن الدعوة دعوة الجميع بسبب الخمول. أو فلان قال اسكتوا يا أخي، نحن نتعامل بمنهج سلف ودعوة. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، السكوت على الباطل يضر الدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نحن جميعا نؤمن أن قوة الدعوة السلفية بالإيمان، وأن قوتها بالحق، وأن قوتها بالعلم، وأن قوتها كما نشأت على التصفية قوتها بالصفاء. الطالب الجاد يبقى، واللعاب يذهب، المقلقل يذهب، والجاد والسلفي يبقى. كذا نشأت عليها، أنشأت الدعوة وأسست على هذا. والله الذي ما يقبل الحق ولو كان مع التخشين أنه ما أنصف من نفسه.